فوزي القجع والعهده الجديده اللي غادي ان شاء الله فيها حتى 2030، ولكن كاين واحد الاجتماع اللي غادي يديروا الفيفا اللي غادي يكون ان شاء الله الانتخابات ديال انفانتينو اللي غتكون في المغرب في 2027، واللي غادي يكون نائب رئيس الفيفا هو فوزي القجع ان شاء الله باذن الله، والايام بنا نعقلوا عليها. ولكن كاينه مفاجاه موراها اكبر، هي اللي غادي تصدم صحافه الزيغ، تصدم المصريين، تصدم كاع الافارقه، تصدم بزاف الاعداء اللي كانوا كراهوا فوزي القجع غادي تصدموا فيها، اللي هي ما غاديش نكشفوا عليها اليوم، ولكن راها باينه. هو راه نائب رئيس ديال لاكاف، وموتسيبي مرشح في بلده باش يكون هو الرئيس ديال بلده القادم. يعني ماتيماتيكمون هو اللي غادي يكمل العهده اللي غادي اللي ما مكملهاش موتسيبي، وموراه غادي يكون هو رئيس لاكاف ان شاء الله باذن الله. ونتمنوا له التوفيق في المهمات الكبيره هذه اللي راه جايه، يعني رئيس لاكاف نائب رئيس الفيفا. فوزي القجع من خيرة ما انجبت، يعني في الرياضه في المغرب، يعني السيد خدم الرياضه، خدم كل شيء، دار بنيه تحتيه، دار كل شيء، اصلاحات الانديه، المنتخبات. نتمنوا له التوفيق ونتمنوا له مسار ان شاء الله ناجح ومزيد من التالق، وان شاء الله كاس العالم هذه المنتخب المغربي اللي قلت لكم ونعاود نقولها لكم اللي غادي يكون ان شاء الله في النهائي، نتمنوا له التوفيق. المنتخب الوطني الجزائري الاقل من 17 سنه يصل لمدينه الرباط ويصل المغرب لتحضيرا لكاس افريقيا. انا حطيت لكم التصور انا ديال المنتخب الوطني اللي وصل. واليوم في السيت ديال الاتحاديه الجزائريه باش تعرفهم بالله، النهار الاول كانوا باغيين يديروا الخبث ومنه ما كانش كاع يذكروا اسم المغرب، اليوم كذكروا اسم الرباط. الحمد لله مع كاع من جهتهم. الاوديسات اللي غادي يلعبوا في مركز محمد السادس وفي احسن مراكز في العالم، الى ما نقولوا من الاوائل في العالم، اكاديميه محمد السادس. ان شاء الله نتمناو التوفيق المنتخب، ولكن طحنا في مجموعه قويه، مجموعه ماشي سهله، مع اكاديميات كبار، مع جنوب افريقيا، مع غانا، مع السنغال راه محبابنا كوزا ما غيعطيوهم الماء والله لا تلقوك والله ما يعقلوا عليك. المهم مع السنغال حتى هي نتمناو ان شاء الله التوفيق للاوديسات. وكاين الافتتاح غادي يكون في ملعب مولاي الحسن ان شاء الله نهار الاربعاء، ونصف نهايه في ملعب مولاي الحسن، والنهائي غادي يكون في ملعب مولاي الحسن. ولكن مركز محمد السادس غادي يكون من احسن الدورات، لانه علاش؟ لانه اول تجربه ديرها لاكاف في هذه الملاعب، وديجا دارت كاس العالم الاوديسات في مركز محمد السادس، وندارت في قطر كاس العالم الاوديسات ندارت في الاكاديميه ديال سباير. يعني ديجا الفيفا عارفه تخدم بهذه الطريقه، ولكن لاكاف ما كاينش اكاديميات بحال ديال اكاديميه محمد السادس. اليوم جربوها وغادي يجربوها في المغرب، ولكن غتكون تجربه ناجحه في ارضيه ملاعب من الطراز العالي. نتمناو التوفيق للمغرب، ونتمناو يمشيو بعيد في هذا الكاس ويديو هذا الكاس افريقيا المره الثانيه على التوالي. كاين شيبي وفضيحه نهائي كاس مصر. فضيحه نهائي كاس مصر، تخيل تعطاهم ميداليات وشكلوا فيهم بطوله الكرويه السيدات، ميداليات عطاوهم للشيبي وربات. تخيل نجم بحال الشيبي ولا بيراميز. يعني مصر راها في الحاضر، ويجيو المصريين يحلوا عليك فمهم، لانهم لو كان يقابلوا هذه المشاكل اللي عندهم في مصر ينجحوا. ما حدهم ما مقابلينش هذه المشاكل اللي عندهم في مصر، جامي ينجحوا وجامي يطلعوا لقدام وجامي يزيدوا لقدام. لانه الانسان العاقل هو خصو يقابل هذه المشاكل، ما يسمحش بهذه المشاكل. يعني انسان انت عندك مشاكل هكذا، بروتوكولات ما تقدرش ديرهم. بروتوكول سهل، انت جايب ميداليه مسك فيها ديال السيدات، يعني ودرك هذه الشوهه والفضيحه فين؟ في كاس مصر. يعني في كاس مصر، تخيل هذا كاس يعني ديال دوله مصريه، يعني هي عريقه وكبيره، ولكن الاعلام ديالها اللي وسخها، واللي راه ماشي وسخها، طيح الحاضر نهار كامل وهما تابعين. فوزي القجع استناو غادي يكون رئيس لاكاف، وتما راه ما تزيدوا تحضروا، يضربوا على جعوده 3 ان شاء الله في كاس لاكاف، في رئيس كاس لاكاف، وغادي يسكتكم مليح وغادي يطلع لكم، لانه الانسان خدام. انسان هذا المنصب ديال لاكاف الى شدوه مستقبلا من 2029 28 راه ما تفاجاش، لانه الانسان خدام. انسان ماشي جاو غادي يعطوه منصب يعني رواح وطلع. موتسيبي باش طلع لانه كان غني، بصح هذا القجع حتى هو عنده ماشي ولكن طلع بالذكاء، بالخدمه ديالو في الميدان حميدان. يعني السيد يخدم الملاعب من الطراز العالي، الملاعب كاع خدمهم في المغرب، كيتفرج البطوله المغربيه اليوم وتقدر تصنفها من الاولى في افريقيا، يعني تصنفها الاولى في افريقيا، وهذه حقيقه وواقع. يعني تخيل راهم يتنافسوا خمسه راهم يتنافسوا على لقب البطوله، وفي ملاعب كبيره. وشوف تخيل انت بحال في مصر كانوا مع 3 يعني يتقاتلوا في التالي والدار، ولكن انت باش تنافس 5 ماشي سهله. البارح الترجي والنادي الافريقي شو وقع؟ النادي الافريقي دا البطوله، ولكن راه قلع على الترجي
البنزرتي يستاهل، ولكن باش نهضروا على البطوله المغربيه، خمسه يتنافسوا، تخسر الاخر اللي يربح يولي قدامك، تخسر عاود لا وهي غاديه حتى لافا. تخيل يكونوا خمسه كيف كيف، يجيبوا كاع النقاط كيف كيف في الدوره الاخيره. يعني تخيل هذو خمسه في الدوره الاخيره كيف كيف كغدير لها، تولي الاهداف، تولي المواجهات المباشره وكاع ما يتقاتلوا. اليوم راه المغرب فاسين الاول، الجيش الملكي الزوجه، موراهم الرجاء وموراهم الوداد وبركان شادين فيها. يعني الدوره الجايه عاود كاين مقابلات اللي غادي تكون على باراج، لانه درك حتى التوالا اللي راك تلعب مع التوالا، الفرق التوالا راه ماتشات يفوتوا صحاح، راه حتى هما ما راهمش يعني ما غاديش يبيعوا ولا، لانه كلشي مهدد. هذوك التوالا شي 10 ولا 15 تا هما مهدين بالباراج ومهدين بالطيوح. يعني ما كانش هذيك كي قال له الاخر يعني هما راحميني، ما كانش تغلط يطحنوك. يعني انسان خدام، هذه البطوله ديال المغرب خدامه، وتا البروغرام اللي داروه جوج يلعبوا الباراج وجوج يطيحوا، راه كلشي تقاتلوا يقول لك اللهم لعب الباراج. يعني بطوله كبيره. درك نتمناو التوفيق عاود للجيش الملكي اللي ان شاء الله هاد السيمانه ان شاء الله عندها لا فينال. عندها لا فينال الاول غادي يكون في جنوب افريقيا في سانداوس، وموراها غادي يستقبلوا سانداوس في المغرب. مي نتمناو الجيش الملكي تجاري المقابله تما، لانه غتلعب مع زوج ديال النهار، وخلاو هذاك المصيبه ديال نضاله، راه خلاو نضاله حتى هو حاكم تما ما قلعوش. يعني مشكله مور مشكله. مي نتمناو ان شاء الله يجاريو هذيك المرحله ديال النهائي اللي غتكون مع الزوج. الا خرج من تما باقل الاضرار، جبت تعادل، فزت، انهزمت كاع بواحد باقل الاضرار، وهذاك الواحد شويه صعيب، تقدر تنهزم بجوج لواحد وما تنهزمش بواحد، نهزم بجوج لواحد تقدر تجيبهم من المغرب وواحد تدي الكاس. يعني ولكن باش تجيب نتيجه شي حاجه من غير هذا الشيء هذا، راه صعيب باش تربحهم في الرباط. وهما المشكل ديال هادو سان داونز يلعبوا خارج الميدان احسن من داخل الميدان، وشفناهم مع الترجي التونسي. يلعبوا في تونس احسن، واخا كان الضغط الجماهيري والملعب عامر ومنا، ولكن راه ربحوا ب 1-0 في تونس. يعني هادو يلعبوا خارج الميدان اقوى من داخل الميدان. يعني في الميدان ديالهم ما يعرفوش يجاريو، ولكن عندهم تجربه، لعبوها 3 مرات نهائيات. راه العام اللي فات هما يلعبوا النهائي مع بيراميدز، يعني عندهم تجربه كبيره. الجيش نعرف ان شاء الله هذا القوه ديال اللعابه اللي عندهم، وان شاء الله تكون عندك الذهن، يعني يكون عندك الذهن يعني وتكون مركز في هذا النهائي، ما تكونش مشتت وما يديوكش في الواد اللي بغاو هما، لانه هما غادي يديروا الخبز ديالهم وغادي يجروك فين بغاو. بصح انت كجيش ولا كفريق كبير يعني خاصك تعرف تجاري هذه المقابله النهائيه. نتمناو التوفيق. البارح شفنا ديربي ديال اسبانيا، الكلاسيكو ما بين ريال مدريد وبرشلونه. ريال مدريد خسر بزاف اللعابه، راه تعاني. برشلونه في اوج عطاتها، داو البطوله يستاهلوها. مي ريال مدريد خاصها بزاف خدمه وخاصها بزاف باش ان شاء الله تكون في الطوب ديالها. وسيرتو العام الجاي الا بقيت بهاد اللعابه، راه بدا اصلا واحد 4 ولا 5 خاصهم يمشيو من ريال مدريد، خاصهم يتغيروا من ريال مدريد. الناس راه تخدم على المستوى، يعني مستوى برشلونه تخدم على الاكاديميه وتجيب لك حبيبات، انت دير طلع من الاكاديميه. ولكن الا تعرف انت مثلا انا تشواميني هذا اللي دار المشكل مع فالفيردي، خليه كامافينغا علاش غيقعد. فينسوس هو التالي وما يعطوش لي باس. مبابي راك تشوفوا المشاكل اللي يديرها. يعني نتمناو التوفيق لريال مدريد، ومن نهار تسلط علينا مبابي وحنا مارشا عليه. راك تشوف مبابي مش كان في باريس سان جيرمان، مشى باريس سان جيرمان ربي يفتح عليهم البيبان الخير، وراهم يلعبوا النهائيات والناس غاديه لقدام. هادشي اللي كاين. من نتمناو التوفيق في الجيش الملكي قلنا، وان شاء الله غادي نتبعوا كاس افريقيا لحظه بلحظه اللي غادي تنطلق يوم الاربعاء بمشيئه الله. نتمناو التوفيق للمغرب، وحنا ما نتمنى نشوف لو كان يتاهلوا غير كاس العالم اللي غادي يتاهلوا ال10. الا ما تاهلناش كاس العالم راه غتكون كارثه، والكارثه لانه ديما حنا خاصنا مدرب وخاصنا نلعب من نتمنى ان شاء الله الاوديسات يقدروا يتاهلوا كاس العالم. يلا السلام عليكم، تهلاو في راسكم، الى فيديو ان شاء الله.